السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنبدأ نعمل مع بعض ان شاء الله الاكلير، ويا رب تكون الطريقة سهلة عليكم يا رب. هنبدأ نشوف المقادير بتاعتنا. معانا نص كيلو دقيق عبارة عن كوبايتين دقيق، ومعانا كوبايتين مية من نفس الكوباية، كوبايتين دقيق، كوبايتين مية، 6 بيضات، كوباية سمنة او سمنة على زيت المتاح عندك، رشة ملح، معلقتين سكر، معلقة خل، معلقة فانيليا. هنبدأ نحط الحلة على النار، نحط فيها كوبايتين الدقيق، نحط فيها نحط فيها كوبايتين المية، ونحط فيها كوباية السمنة ورشة الملح ومعلقتين السكر، ونسيبها اول ما تغلي معانا، بس ما نسيبهاش تغلي كتير عشان احنا عايزين نحافظ على كمية المية اللي معانا، فمش هنسيب المية تغلي كتير. اول المية ما تغلي هننزل بكوبايتين الدقيق، ونبتدي نقلب ونستمر في التقليب، يعني تقريبا ربع ساعة تلت ساعة لحد ما نحس ان العجينة استوت معانا ونعمت وبقت جميلة. اهم شيء العجينة تكون استوت معانا كويس، وحتى لو تلاحظوا عملت قشرة كده في قاع الحلة، كده يعني العجينة استوت معانا. ماشي، استمروا في التقليب لحد انتوا ما تحسوا ان العجينة استوت وبقت ناعمة تماما. ندفي عليها ونسيبها على المطبخ لحد ما تبرد خالص. اول ما تبرد نكون مجهزين معلقة الفانيليا ومعلقة الخل على ال6 بيضات، وننزل بالبيض واحدة واحدة على العجينة، واحنا بنضرب بالمضرب، مضرب الكهرباء او العجان المتوفر عندكم. انا كنت بضرب بالمضرب، فنزلت طول ما المضرب شغال انا بنزل ببيضة بيضة، وهو المضرب شغال وانا مستمرة في الضرب، بننزل ببيضة بيضة، يعني ما ننزلش بالبيض كله مرة واحدة عشان ايه يمتزج كويس في العجينة ويدوب والعجينة تمتص البيض كويس. فنزلت ببيضة بيضة لحد ما خلصت كمية البيض اللي معايا، وضربت كويس جدا، وحسيت العجينة خلاص اتشربت وبقت ناعمة معايا وحلوة. ورحت فاصلة المضرب وجبت القمع بتاع القمع اللي بنعمل بيه عادي بلح الشام، وكيس الحلواني، المهم بس يكون متين شوية معانا عشان العجينة بتبقى تقيلة بس. وحطيت العجينة حطيتها في القمع في كيس الحلواني، وشكلتها في صاج وحاطين فيه ورقة زبدة، ومش ضروري ندهنه طبعا لان العجينة معانا حطن لها كمية زبدة كفاية، فمش محتاجين ندهن الصاجان. وشكلنا العجينة على الصاج، والمدور عملته بالقمع بتاع الكريم شانتيه العادي، وشكلته وحطيته في الفرن. طبعا احنا مجهزين الفرن يسخن من قبل ما نشتغل في العجينة، واحنا مجهزين الفرن على اعلى درجة عشان الاكلير عايز الفرن على اعلى درجة. وحطينا الاكلير في الفرن ولمدة تقريبا تلت ساعة، ربع ساعة تلت ساعة. اول ما نحس انه ابتدى ينفش معانا ويدي اللون الذهبي نوطي الفرن، نوطي درجة الحرارة بتاعة الفرن بس، ونسيبه لحد ما يستوي خالص، ونشوف ونتأكد ان هو استوى وادى اللون الجميل الذهبي بتاعنا. ويعني هو بياخد تقريبا ساعة و10 دقايق كده. ونطلعه من الفرن ونسيبه يبرد، نكون مجهزين صوص الشوكولاتة الابيض وصوص الشوكولاتة البني. طبعا انا حاطه الابيض في طبق والبني في طبق، وسيحتهم على حمام بخار، حمام ميه. وصوص الشوكولاتة كنت مجهزة كوباية حليب، نص كوباية كاكاو، على نص كوباية سكر، وفي شفشق الخلاط، وانزل عليهم بسرسوب زيت نضيف لحد ما يدينا السمك اللي احنا عايزينه. ومحضرين في وعاء فارغ الكريم شانتيه، كوباية كريم شانتيه وكوباية حليب ساقع جدا متلج او كوباية مية متلجة، ونحليه برضو على حسب الرغبة، يعني نظبط السكر بتاعه كريم شانتيه، لان احنا بنعمله كريم شانتيه خام بدون سكر خالص، فاحنا اللي بنحط السكر. في ناس بتحبه سكر زيادة وفي ناس بتحبه سكر قليل، طبعا انا بحليه سكر بودرة بس. وضربنا كريم شانتيه جهزناه وطلعنا الاكلير. اول ما برد معانا شكلناه، فتحته حشيته من جوه بكريم الشانتيه، وعملته من بره بالشوكولاته اللي احنا مسيحينها معانا
وزينته بصوص الشوكولاتة. طبعا حطيته في الاطباق اللي هو المدور الصغير، حطيته يعني حطيت له صوص شوكولاتة كمية حلوة كده، وحطيته فيها وشكلته من فوق بصوص شوكولاتة ابيض وصوص شوكولاتة بني. والاكلير حشيته من جوه برضو، اللي هو الاكلير الكبير حشيته من جوه بكريم الشانتيه برضو، وزينته من بره بالشوكولاتة. طبعا هو الفتحة اللي في الجنب مش باينة، ولو حد عايز يخرمه مثلا بمقوار بسكينة بحاجة ويحشيه وهو مقفول عادي جدا، بس انا قلت يعني عشان كنت مستعجلة ففتحته كله من الجنب وحشيته بكريم الشانتيه، وحشيته من بقى وزينته من بره بصوص الشوكولاتة وصوص شوكولاتة بني، ورحت عامله له الخطوط البيضاء او عملت بصوص شوكولاتة ابيض وعملت له خطوط بني كده يعني. طبعا التزيين ده على حسب ايه ذوقك وكده. والمدور حشيته برضو، فتحته خرمته من فوق وحشيته بالقمع الرفيع من فوق، مليته كريم من جوه. طبعا الكريم انا كنت قاسمه شويه كريم ابيض وشويه كريم بالكاكاو، كريم بني، حشيته من جوه جزء كده بالبني كريم شوكولاته وكريم ابيض، وزينتهم من بره زي ما انتم شايفين كده. وبالهنا والشفا على قلبكم يا رب. وطبعا التزيين ده كل واحد وعلى حسب ذوقه في التزيين. المهم الاكلير من جوه جميل جدا، هاشش كده وفاضي ومفيهوش كتل عجين ومقرمش وناشف. يمكن انا وريته لكم كده وانا بخبط لكم عليه كده يعني ناشف ومقرمش وجميل. وبالهنا والشفا يا رب على قلبكم، والوصفه تبقى سهله عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، والف هنا وشفا يا رب على قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.